منه حسيت انه انا راح اكون راح. اوكي اوكي اوكي. بس في لما تحليلات ريتا برشا. بس لما ريتا قالت الوجدين، قلت لها يلا انت لازمك تختاري، تبدلت الميزان، يعني الكفة غلبت. وجدان، ايه. لما ريتا يا علاء يا علاء، الشيء اللي يصدمك فيه ناس بتلوم على وجدان كيف اختارت هذاك المشترك. مين بدكم تختار وجدان؟ يعني فسرونا حلونا. وجدان ذكيه راه. على ما فكره يستاهل. وجدان ذكيه بالرسميه. يعني خروج هذاك المشترك راح يغير كثير اشياء في البرنامج. فاهم؟ إيه صح، كلنا نقولوها دي، اي بنت تدخل يشدها هو اول واحد. يا اخي حتى احنا كشباب البنت اللي قرب عليها ما مقرب عليها يا اخي. انا ما بساعدني على قولته، هو ما بجرب المجرب. هو قالها بتمه. قالها بتمه، انا ما بجرب المجرب. فاهم؟ اي بس هي كل بنت تدخل لازم يدعك روح عليها يعني يا لا علينا الله يستر. المهم المهم. هي يعني كي عملت الحركة هذه، احنا فاهمين بس مع نيفين، حركة نيفين يا اخي بونتو فهم بعملها. بتقبل نيفين حتى لو بستو. اهم شيء انه بكيناهم ورعدناهم وفسخناهم. يا اخي متقبل نيفين بكل حركاتها علي وعلى اعدائي. في حلقة المهم الجديد. الغاية. فاهمين؟ يعني ما بتهم يا اخي والله. لو ارتبط في شجرة الزيتون، اذا هذيك شجرة الزيتونة راح تنفعني وتخليني اشوف بكائهم وعذابهم، راح ارتبط في شجرة الزيتونة. تمام هيك واضحين؟ في الحرب ما في شرف. تمام واضحين. اللي يلعب ما ينغرش. فارس، طيب انت في حلقة الاثنين حتتخانق انت ونيفين. ما طلعت من اجواء البرنامج. انا بالنسبه لي هي الحلقه اخر حلقه يعني جد مش. وين قوانين البرنامج في هي الحلقه يا اخي؟ شو قاعد تسوي هنا في البرنامج؟ وين الحب؟ وين القوانين الصحيحه تبع البرنامج يعني؟ كيف شو شو تبي؟ هاد؟ شو اللي صار؟ عم تشاهد ولا مش عم تشاهد؟ عم بشد. انا رحت جد. انا رحت حتى الاقي حب، ما فيش حب. رحت حتى اسوي حرب، ما ضبطت الحرب. ما ضبط شيء. ايش قاعد اسوي انا يعني خبرني. ضغط، تعب، ستريس، شو قاعد اسوي؟ بدكم يعني جن افضل هنيك واعمل جريمه واطلع؟ يعني والله اذا ظليت يوم او يومين كنت راح اقتل بين شخص او اثنين. طيب في اشاعة شو عم. الهدف يعني؟ شو الهدف اذا كان يعني في ناس مدللين؟ شو الهدف؟ ايش قاعد تسوي انا يا اخي؟ ما فيش حب ما فيش. حرب ما فيش. بلا يعني تكتك بلا ما فيش. يعني فارس، الشركة صاحبة تبع صاحب الشركة. فارس يعني انت تويك تحب حقد تقول، اكيد ولا حاقد كتير يعني. متصوروا قديش حاقد. يعني انت حقد تويك شو؟ تحب اه يعني انت تويك تحب تقول لنا انه انت حتنسحب. ما بنعرف شو راح يصير. ما طيب بنعرف شو راح يصير. في اشاعة ثانية متداولة، وجدين حتنسحب، ما بعرف شو راح يصير. سامي حينسحب. ما بعرف يا علاء. شو فيك يا عم؟ ما انا ما بعرف تسريبات يا علاء. يطردوه. اوكي اوكي ما فهمتك. طردنا جماعتكم وما خرجوا. شو بدكم يعني؟ كيف يطردوه؟ كيف يا يعني؟ جماعة طردنا مشتركينكم والإدارة رجعتهم. يعني المفروض انتوا تسكتوا، اخر ناس تحكي. انا طردت، مو بس يعني مو الاداره طرد. انا شخصيا قدامكم طردت لولا تغيير قوانين البرنامج. يا طردت فارس فارس مشتركيكم. يعني فارس تخشدوا المفروض ما تحكوا لاخر البرنامج. تفضلوا صامتين. هذا الشخص طردهم، مو حتى البرنامج يعني. جماعة الصراحة يعني، شخصيا. صراحة اللي أنا مش فاهم الناس اللي قاعدين واقفين في صف ناس قاعدة تظلم، قاعدة ما تخلي ما تحكي، ما تخلي ما تقول. لا ناس عم تتفرج باعضاء تانية يا اخي، مش بعيون ابو اذناء والله يعني. هم مش عارف. يمكن هم ممكن إيه. بعضلة الكتف او بعضلة المرفق بيتشاد قسم نصيب. فرج حاجة زي كي، خاطر بالرسمي اللي قاعد يصير والله ظلم، والله ظلم. واحد يقول اخي انا عن نفسي بحيي نفسي للمره الثانيه. انا حييت نفسي في البرنامج وهلا راح احيي نفسي برا البرنامج. تحيه لإلي عشان قلبت قوانين البرنامج ورجعوا بهذيك الليله. والله تحيه لنفسي. ويلي.
بس حلوة هي مجرد هدية قدمها لنا الإدارة، مو أنا غيرت قوانين البرنامج، هي هدية قدمتها لنا الإدارة وكانت هدية كتير حلوة. إنهم يعني أعطونا فرصة لكل المشتركين حتى نحب بعض. وحبيتوا بعض في الاخر. كتير. المهم في الاخر والله حبيتوا بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش مشكل. يلا نشوف شو راح يصير في الحلقات الجاية. يا أخي أسمع، والله أنا خلوني ما راح أفتح لايفات، أنا راح أستمتع هذول 3 أيام بالتصاميم، يعني جد تصاميم قمة في الروعة. تحية خاصة وكبيرة جدا لكل المصممين اللي عم يصمموا الليلة، والله تحية كبيرة لكم. ايام تقصد اليوم وبكره وبعد بكره. صح، يعني تخيل المتعة 3 أيام يا عالم، يعني في نصر، يعني والله لو انطردوا كان أحسن يا أخي. راح انت حتطلع اكسبلور 3 ايام. جيت اكسبلور ما طلعوا اكسبلور ولا مرة هم يا أخي. نتمنى ياخذوا الاكسبلور ولا مرة، يعني برا المشاكل والاستفزاز اللي عم يسووه في البرنامج الثاني، فاهمين؟ يعني مسوين لهم برنامج ثاني عشانهم حتى يطلعوا اكسبلور وما طلعوا اكسبلور. ايش بدنا نعمل لهم يا اخي؟ والله يعني والله انا زعلان عليهم، بس سخفت يا اخي والله. انا والله زعلت عليهم يا جماعه، يلا راح طلعهم انا اكسبلور، ما مش مشكل. وعلى فكره طلعتهم انا اكسبلور، راح نشوف دموعهم هذه 3 ايام يعني في التيك توك. 3 ايام يعني راح يصيروا اكسبلور من ورايا والله. حتشوفهم يغردوا يعني ايه. اكسبلور بس ولا مش اكسبلور؟ شوف. الشخص اللي معناتها اللي اتحط كان هو كانه اختبار كانكم انتم، يعني باتحادكم مع بعض خلاهم هم تجيهم لحظه ادراك. يقول لك لحظه، يقول لك اني راني مع المجموعه الغلط، ولا يقول لك ليه اني راني قاعد نحارب اوركو اني مش لازم جاي نحارب، يعني اني مش مضطر اني نحارب. فهمتني؟ فمثلا علاش اني قلت ذكيه عندك لحظه ادراك. راني مانيش في حسوا المجموعه. فشل كبير مع في كل ذكيه قلت اني راني في توقعاتهم. المكان غلط. يا جماعه انا اسفه، بعتذر منكم الكل، بعتذر من اي شخص معناتها زعلته، ونبدو عباره بسادة صفحه جديده. انا هون قلت اوكي. لا هي ولا الثاني يتسح، يعني العصاية ولا غلط يتسح يعني. يا علاء، على فكرة على كلامه ولا يتسح زكية، يعني اعتذرت ايه ما هي كلمه الحق. اني اعتذارا. ليش اني ماني شنو نقول لهم يعني لاني مع هذا ولا مع هذا، لكن كي تشوف حاجه باهيه تقول راهي باهيه. فهمتني؟ صح صح. شوف حاجة اوكي، علاش مش الواحد بالضروره يقول كل شيء خايب ولا. صح انا في حلقه حلقه البارح في بلاس. مش نتابع فيه البرنامج. ايه يعني هم حبوا يقولوا لك حبوا يقول لك يعني ليش انت واخذين اسمي، هم المفروض يسموه قسم نصيب فارس مو بلاس، بس شو بدنا نعمل، والله واخذين اسمي من اول الحلقات يا علاء. هم قالوا يعني ليش يعني نحبوا مواجهة. هم يحبوا انا ممكن راح اروح البرنامج، بس برنامج ثاني ممكن ان شاء الله عم نفكر. المهم انت تجيش. جاني. لا مستحيل والله، لا يشوف ولا واحد من حزنا باذن الله. حلو، انا حبيت. اصلا متفاهمين كلنا، يعني المفروض متفاهمين انه ما نطلع معه. انا حبيت الصراحة. فاهم؟ لا في جاني استدعاء من شخص. هاي بي. فاهمين؟ المفيد اخدم اسمعني، اهم حاجة تخدم على راحتك. وما يهمك في كلام حد، ويهمك لا بتبيع. وراهم يستنوا لك في ايه، يستنوا في اي زله. شفت اي زله يلقوها خلاص. هم قاعدين يحاولوا ممكن نعتبر امر عادي ننزل. عادي. المشكل انا عم رد على الفانزات اللي هم مش عم يردوا عليهم، فاهم؟ هم فانزاتهم مش عم يردوا عليهم، بس انا الحمد لله برد على فانزاتي وبتفاعل لما مع جمهوري اللي يحبني اكيد، وعادي وبرد حتى على فانزاتهم، عشان ممكن لو يكتبوا لي شيء مستفز بكتب لهم برد عليهم، يعني المفروض يعني شيء حلو. تحرض راو في فين فارس ساعات تلقى ناس اللي تعمل جروبات باش تحرض راه تعمل جروب. بعرف بس الحمد لله يا اخي عم بتفاعل مع جمهوري ومع جمهورهم، وين المشكل؟
حلو حلو حلو، حبيت. في احلى من هيك؟ لا والله ما هو في. مش ملحقين، هما مطنشين جمهورهم، فاهمين؟ انا يا اخي عادي بتفاعل مع جمهوري ومع جمهور عادي، باخذ كل الجماهير. من الفيرت. وتو في خطة ثانية ولا لا؟ يا عمي انا خطه ثانيه ديز اهم شيء اكتشفت ان البرنامج جد والله حقيقي 100% وحبيت كثير. خطه شو يا اخي؟ وبعدين نفس الشيء تجي هديه ويلا راح نظهر كل مع بعض وخدم لكم هديه حتى تجي شو يعني. شو الهدية اللي كنت ماسكها بيدك انت هذيك انه هديه. في حلقة يوم الاثنين؟ اه لا هذيك هي حركه كثير كثير حلوه سواها سامي. تخيل يا عم والله بيجلطوا يا علاء بالرسمي، والله يعني بيجلطوا المشتركين. تخيلوا يعني في هذاك اليوم كانت فيه هدية كتير 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 حلو. يعني في هذاك اليوم المفروض تكون هذيك الهدية. يا الكوبل الفائز علي ونيكولا. خليني اخبرك اسكت يا علاء بكره بياخذونا يا اخي جلد. اسكت يا علاء لا تحت يا سام اسكت. اوكي سامحني انا اسف. ايه. المهم كانت في هديه كتير حلوه في هذاك اليوم يا علاء والله لو تشوف الهديه ما احلاها. يعني المفروض كل اليوم نفضل نحكي على هذيك الحركه وليش تسوت وكيف تسوت ونشكر هذاك الانسان اللي قدم هذيك الهديه. تخيل تركوا هذيك الهديه على المقعد وراحوا يعملوا في مشكله. شو علاء يضحك. والله يا جماعه تركوا الهديه وتركوا الحب والرومانسيه وراحوا يعملوا في مشكله. يا عم انا حب، انا برنامج حب، ايش فيكم يا اخي شو هاد؟ ويلي تحكي بالرسمي؟ والله تركوها يا اخي ايش في. بتخيل يا طارق تصحى نفس اليوم كمان، تصحى الصبح يا اخي نفس اليوم عم ينعاد. يلا هذيك هذاك وهديك على هذاك نفس الكلام. يعني صرت بسمع نفس الكلام يعني حتى تغيير في الجمله، يعني نفس الجمله بسمعها الصبح المساء، نفس الجمل اللي صرت عم اسمعها من المشتركين. يا علاء بطريقه مش شو عم سوي انا هون؟ راح افضل اعيش نفس اليوم يعني لمده شهر ولا شو؟ والله نفس الجمله صرت عم بسمعها. يعني تخيل المشتركين عم بيحكوا في نفس الجمل صارت، نفس المشاكل، نفس كل شيء نفسه. راح تبلشوا تشوفوه يعني من اول حلقه لهل. وانا على فكره في الحلقات الجايه يعني يوم الاثنين واليوم الثلاثاء يلا راح نجيب طارق بعد هذه الجوله. نسيت. اوكي تمام. شو سويت؟ كنت عم خاطب الجمهور. انا وقفت خاطب المشتركين وكنت واخذ الكاميرا. يا جمهور شوفوا الناس، يا جمهور شوفوهم شو عم يسووا، والله كنت عم خاطبكم يعني انا جايكم المستقبل فاهمين. انا كنت عم خاطبكم وراح تشوفوا هذا الشيء. ما بعرف اذا راح يفرجوه ولا لا. اقسم بالله يا علاء وصلت مرحله ان صرت شوفوا يا جمهور شوفوا شو عم يسووا هلا، شوفوا الهدايا كيف تركينا يا عم، شوفوا هذول الناس فاش عم يسووا. والله صرت عم خاطبكم يعني من قبل ما اعرفكم. حيوروها لانه البرنامج ما يحب يعني برنامج حتى اذا يوري مثلا في الفي تي ار ويوري المشاكل وكذا. يعني البرنامج تحسه يعمل مشاكل ويوري الناس ما يحبوش المشاكل هيك. هم على فكره يا علاء والله الاداره كل يوم بتبهذل فيهم من تصرفاتهم. اي اوفر مكثروا لها الصح، مش مركزين. فشلوا يعني فشل. ممكن السيزون يكون من المشتركين مش من الاداره فاهمين. ممكن الاداره عاملت على لا واكثر بس الفشل يكون من المشتركين. اذا انتوا نفس الشيء بتحكوه نفس يا عم شو يعني ممكن 100 حلقه راح يكون نفس المواضيع. الناس بتمل، المشاهد بيمل. ما خاطر البرنامج الصراحه هو قايم على الحب. ما فهمتش حتى كان مثلا نقد ولا حاجه نجم انت تقول على هذوما فيك، هذوما علاقتهم فيك كذا. يا علاء الصباح نفطروا 4 مشاكل. انت تقوم الصباح تشرب قهوه فهمت؟ احنا الصباح نفطروا 4 مشاكل. فطور الصبح بيكونوا 4 مشاكل. القائله نتغدى 5 مشاكل.